وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، سؤالي عن امرأة عندنا في دمنهور، أم رميساء، معها ملائكة تساعدها في العلاج، وأحيانا تخبرني ببعض أسراري الخاصة بالبيت، وأن الملائكة تظهر لها أحيانا بالليل في الغرفة المظلمة قليلا، فيظهر ضوء عظيم على جدار من الجدران، فأنكرت عليها، فاستدلت علي بسارية الجبل التي قالها عمر، والملائكة التي تسلم على المؤمنين، ودلتني على موقع إسلام ويب لأبحث عن كرامات وكلام الملائكة مع المؤمنين، ولكني بعد قراءتي ومناقشتي لها صرت أسمع وأتخيل من يكلمني وأنا في سريري بكلام سيء جدا، فقرأت آية الكرسي فسكت وكنت مرعوبة، فماذا أصنع بارك الله فيك؟ فأنا أخاف على أولادي ولم أذهب إليها للعلاج مرة أخرى، أريد الجواب بالله عليك ضروري. حسبنا الله ونعم الوكيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه دجالة من الدجاجلة المنتشرين الآن، فابتعدي عنها وحصني نفسك بالأذكار وقراءة القرآن، وعليك بالرقية لنفسك ولأولادك، وحافظي على الطهارة والوضوء ولو في وقت الحيض، أكثري من الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وتلاوة القرآن، وأسأل الله لنا ولك وللمسلمين العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. واحذري من مواقع المبتدعة الخوارج والقطبية، من مثل موقع إسلام ويب هذا الذي دلتك عليه هذه الخبيثة. أما الكذب المنتشر أن الملائكة قالت لي وتفعل لي كذا وكذا، فهذا من الشياطين التي تكذب على ضعفاء العقول ومشوشي النفوس، أو من الرجل والمرأة الذي أو التي يكذب ويدعي أحدهم أنه رأى ملائكة وهي موقنة أنها شياطين. واعلمي أنه لا يعلم الغيب إلا الله، قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بل النبي نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره الله أن يتبرأ من علم الغيب، فهو لا يعلم الغيب. قال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قال تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله. الآيات. وقد قابلت بنفسي 4 يدعون أنهم المهدي، ومنهم ما يشبه من ذكرت. زعم أحدهم أن الملائكة أتته ودعته للصلاة فصلى، وقالوا له أو طلبوا منه أن يعالج الناس بالذكر فقط، وهو ذكر صوفي من الطريقة الشاذلية، وفيه كلام لابن عربي الزنديق الملحد. الشاهد أن الملائكة حملته وصعدت به للسماء، وفي كل سماء قابلته ملائكة بالزغاريد والرقص. قلت له متعجبا: الملائكة تفعل ذلك؟ قال: نعم، وهم أجمل من نساء الدنيا. قلت: ونساء؟ قال: نعم، بفساتين لم أرى مثلها وشعور طويلة جميلة، وجلس يصف فيهن. المهم، قالوا له: لم يبقى سوى أن تترك السجائر، الدخان، لتكون المهدي لهذه الأمة، فالله المستعان.
الله المستعان. هذا يعني من البلاء. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذا باب شر عظيم، يدعون أنهم رأوا ملائكة أو يصدقون الشياطين الذين كذبوا عليهم وقالوا لهم إننا ملائكة. في كل الأحوال هؤلاء ضلال، وما اختارهم الشيطان إلا لجهالتهم وحقارتهم ودناءة نفوسهم وضعفهم الذي تستحوذ عليه الشياطين وتستغلهم لأجله. وقد لاحظت في ال5 سنوات المنصرمة أن الشياطين تستغل جهل وحماقة بعض الذكور والنساء، تستغل جهلهم وحماقتهم بزعم العلاج للمصروعين وللمرضى النفسيين، والملائكة اختارتهم للمساعدة. يعني هم أهل فضل، الملائكة اختارتهم ليكونوا سبيل مساعدة الناس عن طريقهم وسبيلهم، ولا يريدون جزاء ولا شكورا، لا يريدون مالا، لا يريدون أي شيء، فقط يكفيهم أن يشرك هؤلاء وأن يعتمدوا عليهم ويتوكلوا عليهم ويستعينوا بهم على هذه التصرفات الشيطانية وهذه الأدواء النفسية، نسأل الله العفو والعافية. ولعلك تذكرين وأنت من دمنهور الشيخة نادية التي بجواركم في الإسكندرية، كانت في زمن سابق تقريبا قبل العام تقريبا 2005 وهكذا. هذه المرأة المجرمة التي كانت تعالج باللاسلكي في أرض شاسعة، تمسك مكبر الصوت تقرأ فيه، ولها أعوان وأقارب وأرحام يؤجرون الكراسي ويبيعون الطعام والشراب بأموال يعني أو بأسعار مبالغ فيها، أمامها تقريبا فدان أو أكثر من الأرض، وهي تقرأ في مكبر الصوت، والناس تسرع وتأتي إليها تصرخ وتأمرهم بترك الأدوية. والملائكة، وفي رواية المساعدون، وفي رواية الخدمة التي معها، وفي رواية العشيرة التي تعاونها ستأتيكم. هذه الألفاظ متعددة متكررة في بقاع كثيرة. تقوم هذه المجرمة بهذا الفعل وتأمرهم بترك الدواء، وكاد بعضهم يموت، وتزعم أنها ستذهب أو سيذهب إليهم الملائكة ليقوموا بعمليات جراحية لأمراضهم وهم نائمون بالليل، بشروط أشياء معينة تأمرهم بفعلها كي يأتي الشياطين ويفعلوا يعني ما يريدون بالنساء وما يريدون بالرجال. هذا يأمرون شيطانه أن يدعه ويتركه، فيظن أنه قد شفاه الله بسبب هذه المرأة ذات الكرامة. ومنهم من كاد أن يموت، لعل الدكاترة من الملائكة يعني تأخروا في الطريق أو المواصلات. الله المستعان، شر البلية ما يضحك والله. ألا تذكرين هذه الدجالة التي جمعت ألوفا من العوام والجهل حولها؟ لعلك لقرب البلد لا تدرين. أنا أذكر كمية الأتوبيسات والمركبات من الملاك والأجرة التي كانت تخرج يوميا لتحصيل الشفاء والعلاج من المرأة المباركة من بقاع متعددة ما بين محافظة دمياط ومحافظة الدقهلية. الله المستعان على ما يصفون. أقول لاحظت انتشار ذلك منذ فترة نحو 5 سنوات على قدر ما بلغني. فهناك أم زياد في الزقازيق، والحاجة نجلاء في طنطا، والمعلمة نجوى في الجيزة، والمعلمة مجدة جمال في شبرا، وهذه الأخيرة مصيبة عظيمة وأخطر وأفجر بل وأكفر من كل ما مضى ذكرهم، ولذلك سأخصها بالتحذير في صوتية خاصة بها، وإن وجدت وقتا في ختام هذه أذكر شيئا عنها. ولكن أقول هنا إن أهل البدع من أكثر من يستغل من قبل الشياطين، فلا عقيدة صحيحة تعصم،
ولا اتباع للسنة الصحيحة يهدي، ولا اتصال بأهل العلم يوجه ويربي. فجماعة الخوان المفسدين هم من يكذب على قطيع الأتباع في التنظيم بكرامات رجالهم ومجاهديهم المزعومين، ونزول الملائكة عليهم للتأييد والتمكين. وما سوريا عنا ببعيد، فقد قال قادة الإخوان من القطبيين والسرورية إن الملائكة نزلت لمقاتليهم في سوريا، ملائكة تلبس أبيض في أبيض، الثياب بيضاء والوجوه والأجساد بيضاء. من أدراهم أنهم ملائكة؟ من أدراهم؟ باللون، بالثوب. طبعا فهم عندهم الشياطين سوداء والملائكة بيضاء، ما شاء الله. يزعمون أنهم رأوا ملائكة، حتى إنهم لا يقولون مثلا رأيت أحدا يعني ساعدني لعله من الجن المسلم مثلا، لا، مباشرة الملائكة، فهم شعب الله المختار المؤيدون من الله. بل تطوروا جدا فزعموا في اعتصامهم البدعي الضال في ميدان رابعة العدوية عندنا في مصر أن جبريل عليه الصلاة والسلام نزل لهم وأنه معهم يعني ما يقرب من 50 يوما يثبتهم وينصرهم على الكفار الطواغيت المرتدين. ألا شاهت الوجوه والعقول والنفوس الخبيثة. سبحان الله، جبريل الذي لا ينزل إلا على نبي، وبعد انقطاع الوحي لا ينزل إلا في ليلة القدر. قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ليلة خاصة تتنزل الملائكة الكثيرة العظيمة الكثيرة العدد، الروح الأمين ينزل فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أما هم فيحجزون عندهم جبريل ما يقرب من 50 يوما، ومع ذلك هزموا. الله المستعان. فالملائكة لهم صفات وأعمال، وليس منها هذه الخرافات وهذه الخزعبلات. فقد خلقت الملائكة من نور. أخرج الإمام مسلم من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم من طين من حمأ مسنون من تراب. وخلقت الملائكة قبل آدم، فالله عز وجل أخبرهم أنه سيخلق آدم، ثم أمرهم بالسجود له بعد خلقه إكراما. اقتربت صلاة الفجر. ثم أمرهم بالسجود له بعد ذلك إكراما فسجدوا. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. سبحان الله. الملائكة أجسام نورانية طهرهم الله من الشهوات، لا يوصفون بالذكورة ولا الأنوثة، لا يتزاوجون ولا يتناسلون ولا ينامون ولا يأكلون ولا يشربون. طعامهم التقديس والتسبيح والتهليل. والله منحهم القدرة على التشكل والتصور في صورة بشر، كما ذهبوا إلى لوط عليه أفضل الصلاة والسلام في صورة شبان حسان. وكان يعني جبريل يأتي كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي، وكما في حديث جبريل المشهور في الصحيحين جاء في صورة أعرابي، وهكذا. وكما تمثل لمريم فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وقد رأى كثير من الصحابة رضي الله عنهم الملائكة في صورة البشر، ولكن هؤلاء الملائكة لما يأتوا في هذه الصورة لا يخبرون الناس أننا ملائكة. يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا أن هذا ملك جاء في صورة دحية، وهذا ملك جاء في صورة أعرابي، وهكذا. والملائكة يسكنون السماء، ومنهم من ينزل إلى الأرض كالملائكة الذين نزلوا لشهود غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة، ونزلوا وشهدوا جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وفي ليلة القدر كما سبق تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ومنهم من يسكن الأرض لتدبير شؤون الحياة بأمر ربهم من رزق وحفظ ونصر وتأييد وغير ذلك.
وهم لا ينزلون إلا بأمر الله، وما نتنزل إلا بأمر ربك. أخرج البخاري عن ابن عباس قال صلى الله عليه وعليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. قال: كان هذا الجواب لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الصحيحين أن أبا سعيد الخدري حدث أن أسيد بن حضير بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس، تحركت واضطربت، فسكت عن القراءة لينتبه ماذا حدث، فسكتت، فقرأ فجالت الفرس، فسكت وسكتت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس، فانصرف من مكانه وموضعه، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره بعيدا عن موضعها رفع رأسه إلى السماء، وهذا بالليل، حتى ما يراها. فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، ظلة كأنها سحابة تظللني، فيها أمثال المصابيح. لم ير شيئا، لم ير صورة، فقط أمثال المصابيح، ضوء في ظلمة الليل. قال: فخرجت حتى لا أراها، لم أعد أراها. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. هذا الذي وقع لصحابي يقرأ القرآن، جاءت الملائكة تستمع في هذه الصورة من النور، ولم تأتي في صورتها الحقيقية. أما ما استدلت به هذه الجاهلة الدجالة على زيغها من قصة يا سارية الجبل أو يا سارية الجبل، ومن سلام الملائكة على صحابي من الصحابة، فأوضحها لك. أخرج أبو بكر ابن خلاد في الفوائد له، والبيهقي في دلائل النبوة، وابن كثير في البداية والنهاية، وغيرهم. وقال الإمام الألباني رحمه الله تبعا للإمام الحافظ ابن كثير: إسناده جيد حسن. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: وجه عمر رضي الله عنه جيشا ورأس عليهم رجلا يدعى سارية. قال: فبينما عمر يخطب وهو على المنبر جعل ينادي: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل 3 مرار. وفي طريق آخر بلفظ: يا سارية الجبل، ترخيما لسارية، يا سارية الجبل. ثم قدم رسول الجيش الذي يسبق الجيش ليخبر عما وقع في المعركة وعما حدث من نصر وكذا، فسأله عمر: ماذا حدث لكم وكذا وكذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، هزمنا، فبينما نحن كذلك إذ سمعنا صوتا ينادي: يا سارية إلى الجبل 3 مرات، فأسندنا ظهورنا إلى الجبل فهزمهم الله تعالى. فقيل لعمر: إنك كنت تصيح بذلك. وفي رواية أبو بكر بن خلاد قال: وكانت المسافة بين المدينة حيث كان يخطب عمر وبين مكان الجيش مسيرة شهر. هذا أمر عجب. قال الألباني رحمه الله في الصحيحة: فتبين مما تقدم بعد أن ساق الروايات والألفاظ أنه لا يصح شيء من هذه الطرق إلا طريق ابن عجلان، وليس فيه إلا منادات عمر: يا سارية الجبل، وليس فيه كذلك إلا سماع الجيش لندائه وانتصاره بسببه. ومما لا شك فيه أن النداء المذكور إنما كان إلهاما من الله تعالى لعمر، وليس ذلك بغريب عنه، فإنه محدث كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس فيه أن عمر كشف له حال الجيش وأنه رآهم رأي العين،
فاستدلال بعض المتصوفة بذلك على ما يزعمونه من الكشف للأولياء وعلى إمكان اطلاعهم على ما في القلوب من أبطل الباطل، كيف لا؟ وذلك من صفات رب العالمين المنفرد بعلم الغيب والاطلاع على ما في الصدور. وليت شعري ليتني أعلم كيف يزعم هؤلاء ذلك الزعم الباطل، والله عز وجل يقول في كتابه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فهل يعتقدون أن أولئك الأولياء رسل من رسل الله حتى يصح أن يقال إنهم يطلعون على الغيب بإطلاع الله إياهم؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. انتهى كلام الإمام الألباني رحمة الله عليه، وهو يرد على أمثال هؤلاء المتصوفة الذين يستدلون بهذا على ما هم فيه من أوهام وخزعبلات وتمكن الشياطين من عقولهم ورؤوسهم. وأما سلام الملائكة على بعض الصحابة فقد أخرج ذلك الإمام مسلم عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: بعث إلي عمران ابن حسين رضي الله عنه في مرضه الذي توفي فيه، فقال: إني محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي. إني محدثك بأحاديث، سأخبرك بأمور لعل الله أن ينفعك بها بعدي، فإن عشت أنا فاكتم عني، وإن مت فحدث بها إن شئت، إنه قد سلم علي. هذا لفظ مسلم. وفي لفظ آخر لمسلم: وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد. كان يتحدث عن الكي، وأنه لما فعل ذلك تركت الملائكة السلام عليه، فلما ترك الكي وبرأ موضع الكي هذا فعاد السلام عليه من جديد. وفي لفظ أخرجه أبو داود وصححه الشيخان على شرط الإمام مسلم، الألباني والوادعي صححاه، عن عمران ابن حسين قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. قال أبو داود: وكان يسمع تسليم الملائكة فلما اكتوى انقطع عنه فلما ترك رجع إليه. هذا هو الذي وقع. يسمع تسليم الملائكة، لا يسمع أمرهم له بشيء، ولا زيادة على الشريعة بشيء، ولا تعليمه شيئا، إنما فقط يسلمون عليه أصوات سلام، لأنه لو صافحته الملائكة لذكر. هو يميز بلغة العرب ما بين المصافحة باليد وبين السلام بالنطق. فهؤلاء الكذبة يزعمون أنهم يتكلمون مع الملائكة والملائكة يتكلمون معهم ويعلمونهم بأمور ويخبرونهم بأحوال الناس وبأمور الغيب. سبحان الله. وأعمال الملائكة التي وردت في الكتاب والسنة ليس فيها شيء مما يكذبون. فالملائكة حملة العرش، ورئيس الملائكة جبريل الموكل بنزول الوحي على الأنبياء، وميكائيل الموكل بالقطر والمطر والإنبات والثمر، وملك الموت وأعوانه الموكلون بقبض أرواح العباد، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، وهناك ملائكة موكلون بالسحاب والرعد، والموكل بالجبال، والموكل بالأرحام، والمؤمنون خلف الإمام في الصلاة، يؤمنون خلف الإمام، والذين يتعاقبون فينا بالليل والنهار، والموكلون بالحفاوة بمن جلس لانتظار الصلاة بعد الصلاة، والموكلون بالحفاوة بطالب العلم وقارئ القرآن ومجالس الذكر والعلم، والمستغفرون لأهل الإيمان، كما قال: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. والموكلون باختبار الناس وامتحانهم كقصة الأعمى والأقرع والأبرص مثلا، والموكلون بالتأمين والدعاء لمن دعا لأخيه بظهر الغيب، ويعني كثير. والموكلون بالرحمة، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، والملائكة الذين يدافعون عن المؤمنين والذين يبشرون المؤمنين عند الموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.
هذه الآية فيها شيء خاص بالمجرمة الخبيثة ماجدة جمال، التي تقول يعني نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، تكتفي بهذا اللفظ يعني من الآية، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، هذا الذي يقال لها من قبل الملائكة والملأ الأعلى، بل الله جل وعلا يكلمها. نسأل الله أن ينتقم منها وأن يهتك سترها. المهم، أنواع الملائكة الموكلون بكل هذه الأمور كثير جدا، يعني لا يستطيع الإنسان أن يجمع ذلك فيها مؤلفات. ولم يرد عنهم عمل المعالجين أو المساعدين أو المعلمين للناس، المتحاورين معهم، الذاكرين أخبار الغيب لهم، بل كل هذا من أفعال الشياطين. وأكتفي بهذا القدر على سؤالك، وأكمل في تحذير وبيان خاص بالخبيثة المجرمة ماجدة جمال الدجالة النبية المنتظرة، نسأل الله أن ينتقم منها، التي تزعم أنها مطلعة على جميع الفساد في الأرض والملائكة تخاطبها، بل زادت أن الله يكلمها، بل صعدت إليه، أعوذ بالله من الكفر، وكانت بجانبه سبحانه وتقدس، وهو يريها أن الأرض جميعا فسدت ولا بد منها هي لتقود وتدعو الخلق إلى الجنة والنجاة من النار، ومن آمن بها وبما أتت به نجا، ومن كذب فهو الهالك. لأجل الفجر أكتفي بهذا، وإن شاء الله أتكلم عنها في مقطع خاص بها تحذيرا وبيانا لشرها. نسأل الله أن ينتقم منها وممن يشغلها ويستغلها من شياطين الجن وممن يعاونها من شياطين الإنس، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وهو نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين.